السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. خليني أبدأ بس معاكم بحاجة طالعة من قلبي. أنا مش دكتور ولا طبيب النهاردة طالع أقول لكم 3 خطوات سحرية افعلها وستجد الحل خالص. وأكيد طبعا مش انفلونسر هطلع لكم في آخر الفيديو وأبيع حاجة ومنتج اشتري ده وكده، ولا ده كمان. وربنا يا رب يبارك في الدكاترة ويرزق الانفلونسرز ويعني يبارك في الجميع. أنا بحكمش على حد، بس أنا أب عندي 6 ولاد عيال كلهم عندهم ADHD بدرجات مختلفة. أنا عن نفسي اتشخصت متأخر جدا بعد ما عديت ال 35 سنه بالاي دي اتش دي. يعني الكلام اللي هقوله لحضراتكم النهارده مش نظريات قراتها في كتب وبس وكده وخلاص، يعني لا، دي عن تجربه، دي حاجات انا عشتها، واقع حصل بجد معايا انا ومع كل واحد من عيالي. وقعت كتير وغلطت كتير وندمت كتير وجلدت نفسي كتير، فمحدش يحكم عليا لو سمحتوا يعني. بس برضو عشان كده انا بكلمك من قلبي والله وعن تجربه يعني. لكن انا بصراحه حاسس يعني انكم حضراتكم تعبتم من المثاليه الكذابه الموجوده على السوشيال ميديا النهارده. انا اضم صوتي لصوتكم وتعبت كمان جدا من القصه دي. خلينا ندخل في الموضوع، ربنا يكرمكم. هو ليه اصلا عيالنا احنا بالذات اللي عندهم ADHD بيلزقوا في الشاشات كده بالشكل المرعب ده؟ انا حابب ابسط الموضوع ده لانه لما نفهم هنعرف نحل. في ماده في دماغنا، دماغ الناس كلها طبعا مش بس اللي عندهم ADHD، اللي هي ماده الدوبامين. ده هرمون او تقدروا تقولوا كده موصل عصبي، هو ده اللي بيخلينا نحس بالمتعه والانجاز والرضا وكده. يعني الدماغ النمطيه او الطبيعيه اللي هي ما عندهاش ADHD يعني بتفرز الدوبامين ده على مدار اليوم بشكل مستقر ومستمر. لكن دماغ ال ADHD افراز الدوبامين فيها مختلف، نقدر نقول متلخبط، ضعيف جدا. وانا بقول الكلام ده علشان عيالنا مش بيتدلعوا اللي عندهم ADHD ولا هم قلة الادب. دماغهم فعليا حاسه بفراغ وجوع داخلي، بيدوروا على الدوبامين ده زي العطشان اللي بيدور على نقطه ميه يشربها. وانا اقدر اضرب لحضراتكم مثل بسيط علشان اوضح لكم الفكره دي. لو تخيلنا ان في واحد بقاله 3 ايام ما جالش، وحطيت انت قدامه علبه شوكولاته والعلبه دي ما بتخلص، ما فيش لها قاع، يعني تفتكر هياكل حته واحده بس من الشوكولاته وبعدين يقوم ويمشي؟ مستحيل طبعا، بقاله 3 ايام ما اكلش، هياكل العلبه كلها. الموبايل بقى والتيك توك والشورتس واليوتيوب والكلام ده كله هم بالظبط زي علبه الشوكولاته دي، مليانه دوبامين وما بتخلصش ابدا، ما فيش قاع ليها. وكمان متصممه باذكى مهندسين في العالم عشان تخطف انتباه اطفالنا وما يخلوش الطفل يسيب الشاشه. وفي حاجه تانية مهمه جدا اللي هي البري فرونتال كورتكس، اللي هي موجوده في الدماغ هنا قدام، هنا اسمها بري فرونتال كورتكس. ده الجزء المسؤول عن الفرمله، ادراك العواقب والصبر وحاجات زي كده. في ولادنا بتوع الاي دي اتش دي الجزء ده بيكون متاخر في النمو حوالي 3 سنين، 3 سنين كاملين عن سنهم يعني الطبيعي. ده مش كلام يعني، على فكره دي دراسات علميه مثبته. يعني ابنك مثلا لو عنده 10 سنين فرامل دماغه شغاله كانه طفل عنده 7 سنين بالظبط. فحضرتك وحضرتك تفتكروا طفل بالفرامل دي هيقدر يقاوم ادمان متصمم باذكى عقول البشريه في العالم في الهندسه والبرمجه ويسيب الشاشات؟ اكيد لا. زي بالظبط موضوع الشوكولاته، مش هيسيبها ياكلها، يعني جعان بقاله 3 ايام. والاحصائيه بقى اللي بتخض اكتر شويه، يعني ما حدش يمكن بيتكلم عنها، انه في ابحاث بتقول ان الاطفال اللي عندهم ADHD معدل ادمانهم للشاشات اعلى من الاطفال التانية اللي في نفس العمر ضعفين او 3 اضعاف. تخيلوا بقى. انا مش بقول الكلام ده والله عشان اديهم عذر ولا خلاص بقى سيبوهم، لا، انا بقول عشان نفهم. لاننا لما نفهم صح هنعرف طبعا نعالج ونحل صح. لكن طول ما احنا طبعا مش فاهمين حاجه ومش عارفين دماغهم بتشتغل ازاي، هنفضل يعني نخبط راسنا في الحيطه ونقول طب ابني ما بيسمعش الكلام، ابني عنيد. لا، ابنك ولا هو عنيد ولا قليل الادب، هي دماغه متبرمجه بطريقه محتاجه منك استيعاب مش خناقات يعني كل يوم. وانا حابب بس اطمن حضراتكم واقول لكم حاجه تريح قلوبكم شويه. ربنا سبحانه وتعالى عالم بحالنا، والله ربنا عالم ان دي خلقته. هو ربنا خلق دماغ ابنك اللي هو يعني مصممها بالطريقه دي، طريقه مختلفه. ربنا عالم بيك يا اختي، وانت شايفه ابنك قاعد كده قدام الشاشات ولازق فيها، ويمكن قاعد دلوقتي وانت بتسمعيني ومش لاقي حل. ربنا عالم. ربنا لما يقول ولا تسرفوا، الموضوع ده على فكره مش مجرد كلمه حرام كده وخلاص، لا، في حكمه كبيره وميزان للحياه. الاسراف في كل حاجه، في الشاشات، الاسراف في الاكل، الاسراف في الكلام، ده بيعمل خلل في الاخر. لكن ارجوكم وانتبهوا للنقطه دي يا حبايبي، لانه انا مش عايز اي ام واي اب بيسمعني في الفيديو ده انه يحس بجلد ذات او انه فاشل. لا،
ربنا قال برضو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانت دلوقتي لو قاعده مثلا وسهرانه نص الليل والساعه 2 بالليل وبتتفرجي على الفيديو اللي انا بقوله دلوقتي قدامك ده وبتدوري على حلول فعلا لعيالك، ده اكبر دليل انك ما شاء الله ام عظيمه وانت اب عظيم وبتحبوا ولادكم. انتوا مش فاشلين، ولا انت كاب ولا انت كأم، انتوا ما شاء الله عليكم. انا عن نفسي لما بحس اني خلاص جبت اخري يعني وفشلت مع اولادي مثلا في نقطه معينه وفي حاجه موقف معين، برجع افتكر والله الايات. لا لا يعني ربنا عالم بحالي، واقول ربنا سبحانه وتعالى شايف جوايا ايه، وشايف محاولاتي وشايف سعيي وشايف وبيجرني عليها هو، ومش هيضيع اجري. في الاخر ربنا بيقول ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما فيش حاجه اسمها يعني انا غلطان وهفضل طول عمري غلطان وطول عمري فاشل وانا بحاول ومش نافع. لا، انا بحاول على قدر استطاعتي وربنا هيعني. شوف يا حبايبي، في امر مهم جدا انا عملته وجربته مع نفسي وجربته مع اولادي، اللي هو الديتوكس. الديتوكس ده يعني ايه؟ بيجيب نتيجه والله. دي خطوات بقى عمليه، مش تنظير دلوقتي. اول حاجه، احنا دايما بنسحب التليفون على طول. تسمعي الفيديو ده تروح تاخدي التليفون من ابنك او الشاشه. ده اكبر غلط انا شخصيا وقعت فيه في البدايات، يعني لانه النتيجه بتبقى ايه؟ ابني مثلا يقعد بقى في البيت كده 3 ايام يعيط يكسر في الحاجات اللي في البيت، البيت يتحول لساحه حرب ومعركه. ليه؟ لانه الدماغ اللي اتعودت على الدوبامين ودوبامين الشاشات المستمره ملوش قاعده. لو هنقطع الموضوع فجاه انا عارف مضحك محزن الموضوع، بس هندخل في اعراض انسحاب حقيقيه يعني والله بجد، زي المدمنين بالظبط كده، وهو بيبي كده 3 4 سنين مثلا. فالحل هنا مش ان احنا فجاه، لا، الحل الاستبدال مش المنع المفاجئ. فلازم بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نوفر مصدر يعني بديل للدوبامين، رياضه، حركه، خروج في الطبيعه. والابحاث اثبتت ده. نص ساعه، مش محتاج تخرجوا طول اليوم وكل يوم اخرجوا ايه التعب ده، لا، نص ساعه في الهواء الطلق بيرفع الدوبامين بشكل طبيعي وممتاز جدا. دي ابحاث مثبته دراسات. احنا مثلا هنا في تطوان في المغرب انا وزوجتي هنا بنعمل كده كتير. عندنا البحر قريب، في حدائق، بنجري نخرج نلعب كل يوم شويه كده. انت بقى في القاهره، في الرياض، في الجزائر، في اي مكان في عالمنا العربي الاسلامي اكيد في حديقه في حته، يعني العبوا كوره، شويه حركه وكده، مجهود بدني يعني. واخدين بالكم؟ تاني حاجه، اول 5 ايام مثلا بعد الانسحاب ده الديتوكس هيبقى جحيم من الاخر كده يعني، معلش ما تزعلوش مني، لانه الطفل بيمل بسرعه وهيفضل بقى يلف حواليك ويقول لك انا زهقان عشان عايز يرجع للدوبامين السريع بتاعه، وهيتأفف فأفف ويزن ويطلع عين البتاع. ما تعتبروش ده فشل، لا، ده عادي جدا بيحصل. وفي حاجه في علم النفس اسمها التدريب على الملل. يعني الملل ده هو العلاج الحقيقي على فكره. دماغ الاي دي اتش تي لما بتزهق وتمل بتضطر ترجع لافراز الدوبامين الطبيعي بتاعها الموجود. فاصبروا عليهم يعني من الاخر كده، هو 3 4 5 ايام كده وهتشوفوا الطفل ان شاء الله مختلف تماما. ثالث حاجه، ودي الحقيقه بقى اللي يمكن توجعنا شويه احنا كاهل، يعني عيالنا مراياتنا، احنا بيقلدونا يا حبيبي. فلو حضرتك ماسك الموبايل 6 7 10 ساعات في اليوم، ابنك مستحيل يسمع كلامك ويسيبه. احنا يعني في بيتنا عملنا قاعده كده يعني وماشيين عليها ككبار قبل صغار. وقت الاكل مفيش تليفونات خالص. لما نيجي مثلا هنصلي طبعا بنحط التليفونات نقفلها، مفيش تليفونات قبل النوم، مفيش. يعني احنا بقى لينا احنا ككبار وللصغيرين كمان. ده مهم عشان القدوه ده بنعلمهم باللي هم بيشوفوه، بالذات اطفال الاي دي اتش تي يعني بيحسوا بده اكتر. يعني حاجه الرابعه، خلي الموبايل ده كده جزيره مش محيط. يعني ايه؟ ما تخليش الموبايل متاح في كل وقت في كل مكان في اي مكان في البيت على طول، لا، لازم يكون في وقت محدد، تطبيقات معينه محدده، مكان محدد. في الصاله مثلا ما فيش حد يروح اوضه النوم يقفل عليه معاه شاشه، لان دماغ الاي دي اتش تي بتنهار وتتشتت من غير حدود. لما بتحط حدود واضحه وظاهره، انت على فكره كده مش بتعاقبه، انت بتخلق له مساحه امان كويسه جدا وممتازه. تمام؟ انا بمشي بسرعه علشان ما اطولش. خامس حاجه، ودي بقى يمكن الاهم، ابنك عمره ما هيقتنع بالحل لو حس انه الموضوع ده عقاب موجود ليه هو لوحده بس. فاقعدوا معاه وتكلموا واشرحوا له وقولوا له احنا كلنا كعيله هنعمل النظام ده مع بعض عشان دماغنا وحياتنا وعشان نرتاح. احنا فريق واحد، احنا مع بعض. انت مش متعاقب ومش حاجه غلط فيك انت، لا، لانه العيال بيستجيبوا احسن بكتير جدا لما يحسوا اننا في صفهم هم مش ضدهم. واخر حاجه يا حبايبي هقولها لكم النهارده، بلاش حماس البدايات وتقول لنفسك بقى انا هقلب النظام البيت كله بكره وهنظم لا 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 لا، ده مش هيحصل، وهتفشلي وهتحبطي وهتزعلي من نفسك. لا، قولي لنفسك انا هاخد خطوه واحده بس الاسبوع ده، خطوه واحده بس. واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه هي الخطوه الواحده اللي يعني ناويين تبداوا بيها ان شاء الله النهارده او بكره. بحبكم جدا جدا في الله، والله العظيم انا مبسوط بيكم جميعا، ونراكم ان شاء الله في الفيديو القادم. انا اخوكم انس، ويا رب ربنا يعيننا على تربيه ولادنا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.